حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. تيجي احكي لكم حكاية جميلة عن خلق سيدنا آدم وحكاية الملايكة معاه. تعالوا نشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آية 29 لحد 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. تفتكروا يا حبايبي إيه اللي حصل من خلق سيدنا آدم وإيه اللي ترتب عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم الملائكة اعترضت وقالت يا رب جنتك جميلة والأرض جميلة قوي، هتخلق اللي يفسدها ويبوظ ويكسر ويدمر، وإحنا بنسبح بحمدك ونقدس. إحنا بنعبدك يا ربي وما بنخلفش كلامك. في عندنا اللي بيسجد واللي بيركع واللي بيحمد واللي بيسبح طول الوقت، ليه خلقت بقى الإنسان؟ ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم سيدنا آدم كل حاجة. وفي الآخر الملائكة طاعت ربنا وسجدت لآدم. بس السجود هنا احنا عارفين ان هو تقديس لربنا وحاجة خاصة بربنا بس. ليه ربنا بقى قال للملائكة اسجدوا؟ احنا ممكن يكون في ناس بتركع للملوك والأمراء، لكن السجود من شأن ربنا بس وحده، بنسجد لله. طب ليه ربنا قال للملائكة يسجدوا؟ السجود هنا كان مجرد نوع من أنواع الاحترام والتقدير لخلق من خلق ربنا بس مش أكتر، لكن ما كانش عبادة أبدا. إلا مين بقى اللي رفض إن هو يسمع كلام ربنا؟ إلا إبليس. إبليس بس هو اللي أبى واستكبر، والملائكة كلهم سمعوا كلام ربنا وأطاعوه. تعالوا كده نشوف قصة إبليس ده كانت إيه. كلمة إبليس أصلا يعني رافض. كلمة أبلس الرجل يعني رفض، فإبليس جاية هنا من الرفض وعدم الطاعة لأوامر ربنا. إحنا ما ينفعش نقول لربنا لأ، ربنا يقول لنا اعملوا فنعمل من غير نقاش ومن غير جدال، اللي ربنا يقول عليه نعمله وإحنا ساكتين وبس. انتوا تعرفوا إن إبليس أصلا كان من أعبد العابدين لربنا وأخلص العابدين لربنا، علشان كده هو طبعا جني ومخلوق من النار، ربنا رقاه وخلى منزلته من منزلة الملائكة. تمام؟ ما مش اللي هو كان ملك، لأ، هو ما كانش ملاك ولا حاجة، هو كان جن مخلوق من النار. وعلشان هو كان مخلوق من النار استكبر إن هو يسجد لآدم اللي هو مخلوق من الطين. قال له خلقتني من نار وخلقتني من طين، اسجد له. طيب ربنا عمل إيه بقى مع إبليس؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. استنوني عشان تعرفوا كل حاجة عن إبليس وعن رفضه لربنا وربنا عاقب وهو رد على ربنا وقال له إيه. هشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. باي يا حبايبي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك عشان في قصص كتيرة حلوة جدا